تحتفل، ولكن بعض الاستديوهات التحليلية هذا إماراتي في معانا دول أخرى عندهم عزر وحزن للأسف. في كل مباراة يخرجون في تيشيرت المنتخب الخصم للمنتخب المغربي. لبس التيشيرت البرازيلي وخسر، لبس التيشيرت الكوري وخسر، لبس التيشيرت الأرجنتيني وخسر، كل المنتخبات. وبقت المغرب فوق السحاب مثل ما يقول لك اخواننا السعوديين. بيضطرون اليوم يلبسون التيشيرت المغربي، بيضطرون الان يعني بيضطرون. الحل الوحيد. هادو الجزائر فاش كنلعب المنتخب فهمتي بغاو يخسر وما حملش فهمت حاقد على شي المنتخب المغربي يربح فهمتي. اسمع شنو الحقد فين في الوسط. رب العالمين هذا كلام ما كنت يدروك. رب العالمين رب العالمين يا رب العالمين لا ربي يا ربي يا ربي انا مش ربي لا يا ربي لا نهار كامل اللقشة يجي لنا. واش دار لك لقشة؟ واش دار لك لقشة؟ خدم بلادو. واش دار لك لقشة؟ المغاربة صحتهم خدموا سيد خدم بلادو صحتهم. وعلاه تاعنا ما يخدمش؟ وعلاه تاعنا ما يخدمش؟ المنتخب المغربي حب من حب كره من كره، دار مشوار رائع في كاس العالم. فهمتي كاس العالم دقوا اوفا وصلوا الفينال، فوتسال داوها، النتوي الفينال، الشان داوها. صحتهم خدموا لقاو. وعلاه تاعنا ما يخدمش؟ ولا تاعنا جاب لك الكوستيمه ويدور ويحوس. جزائري صريح وتحيه للقجع من هذا المنبر. شوف والله ما نحلموا به نبقاو نعيشوا ونفيقوا على الدين في كاس العالم. هما جاو خدموا خدمه ديال 5 سنين جابوا كاس العالم. انت باش تخدم واحد المده كبيره خاص واحد 20 عام. حنا باش نجيبوا حارس ما لقيناش حارس، مشينا جبنا ولد زيدان اللي راكو دايرين به الشي الاخر وفرحانين به ولد زيدان. على بالك هذا الاوفا فيها 2 ديال الحراس ما شاء الله، الاوديسات فيها 2 ديال 3 وواحد راه في الفتح الرباطي كان مع شيبه. عرفتي كاين محارس ما شاء الله صغار شبان تقريبا واحد 6. والركراكي راه مفروض عليه خصو يدي 1 ولا 2 مع الشبان ديال الاوفا. ومع ذلك انا خدام على بصح حنا لا، حنا مشينا ندورو على ولد زيدان في الدوزيام ديفيزيون نجيبوه. شوف والله ما سمعت بلي كاين شي فئه في المغاربه ما يبغوناش عايرونا. حنا حنايا فئه من المغاربه، حنا من الجزائريين قعرناهم بصح اللي خلاص كاع ما نقولوا لميته وخاصلته في الجمله. يعني ماشي كاع المغاربه يكرهونا وماشي كاع حنا جزائريين تاع السياسه. والبالون لعبوا وهما لعبوا هما خسروا وحنا خسرنا. هما استشفاو فينا دوك واحده مسامير القاطعه من المغاربه، حتى حنا استشفينا فيهم واحده من تاوعنا. فهمتي يا اختي؟ وماشي كاع كان عندي مغربيات ناس طيبين صحاباتي خاطيهم البوريطه يبغوني ونبغيهم، خاطينا السياسه. نتوما تاني كاين الناس اللي سيبورتي البالون كاع يصحاب المغاربه، وكاين اصحاب المغاربه يسيبورتو البالون كاعرونا. المهم السن بالسن والعين بالعين والهدي اطلق. اللي قعرناه واللي خاطيهم البالون كيما انا وانتوما خاطينا البالون. رانا عندنا صحاباتنا نقعدوا نبغوا بعضياتنا وخاطينا زي البالون وخاطينا السياسه. هذا هو اللي اكتشفته اختي. هذوك من اختي والله انا خاطيني هذا تاع بوليتيك. ماليزيا راه جاي مستثمر من ماليزيا باش يستثمر عندنا ما يقارب 20 مليار. برواح فهمتي حكموا بالبرواح الصناعه. من بعد كيجيك الرئيس يقول لك راح نجيبوا مستثمر من ماليزيا ب 20 مليار. يا نضربها رب راسي اللي قلبوا واش من هذا رب الماليزيا راك تاع ربي المهبول راح يجي يستثمر 20 مليار. يا ربي هذا الماليزي شكون هذا المهبول اللي راح يستثمر في الجزائر 20 مليار؟ وراه هذا المهبول هذا يسأل يقول لهم راه هرب يقول له في الحبس، وراه طحكوت راه في الحبس، وراه العلمي راه في الحبس. يا ربي انت دخلتوا رجال الاحمال تاعكم كاع الحبس، واللي بقاو ماهمش في الحبس هربوا في البوط يحاربوا. وجيت تهضر لي على الاستثمار في الجزائر. واش بيك تهبلت؟ كون عاقل، كون عندك شويه منطقه تربيه. انت تهضرني اليوم باسم الدوله الجزائريه وتضرب في الطابله باسم الدوله الجزائريه، بعد سمانه نلقاك في الحبس. اذا ماكش في الحبس ممنوع المغادره التراب الوطني. ولادك ما تقدرش تروح تشوفهم، ما تقدرش تروح تشوف ولادك
ومن بعد كتجيني تقول استقرار المؤسسات. عادين استقرار المؤسسات اللي تهضر عليه، وين عادين هذا مش عارف هذا القفزه الاقتصاديه اللي تهضر عليها، النمو الاقتصادي والطفره الاقتصاديه، وين راها سيدي؟ كي نتفكر هاد الحوايج انا اقسم بالله طلع لي واحد السخانه يا دين الرب، ضيعتوا البلاد، تبون ضيع البلاد. المغرب بوريطه عنده على الاقل الان 10 سنوات هو وزير خارجيه، يعني حافظ الملف قريب عليه. لما يروح لاي دوله في العالم يتحاور او يتفاوض يعرفوه، يقولوا بوريطه اهلا واش راك؟ احنا عندنا مدير مخابرات يروح يقولوا شكون انت؟ يقولوا مدير مخابرات. مدير مخابرات بصح الشهر اللي فات كان معايا واحد خد اخر، نحيناه ما عجبناش. يا ربي انتم تنحوا في المدراء ماكش متفاهمين في بيناتكم تعاوزتي انا. يعني انت وزير او مدير يروح ليه مدير المخابرات اليوم بعد سمانه يلقاه تبدل، وهذا المدير يهضر معاه باسم الدوله العرباوي، نادي العرباوي قبل شهرين 3 أشهر يروح يتفاوض مع باسم الدوله الجزائريه وكذا، وقررنا ونديروا كذا وحنا مضينا اتفاقيات وانا نتكلم معاك باسم الدوله، رد بالك راك تهضر مع الوزير الاول كذا. بعد كان موراها بواحد السمانه يقول وراه هذاك الوزير الاول، يقول راه في الحبس. شنو هذا؟ خي بالك يهضر باسم الدوله، يا حسره السيد مش ضامن في روحه، هو يحاول يضمن لنا في اتفاقيات راه تقود. هاي روح شفت اختك، انت ماكش ضامن في روحك. انت اليوم راك وزير غدورك في الحبس وجيت تهضر باسم الدوله. انت اليوم راك مدير مخابرات تهضر باسم الدوله وغدورك في الحبس. عندنا 7 مدراء مخابرات في المغرب، هذا مدير واحد لم يتغير. المكلف باداره اوروبا في وزاره الخارجيه الجزائريه كل عام يبدل، الوزير اللي يجي يبدلوه. في المغرب مدير العلاقات الاوروبيه او دائره اوروبا في المغرب هو نفسه عنده 20 سنه ما تغيرش. وزير الخارجيه المغرب بوريطه عنده على الاقل الان 10 سنوات هو وزير خارجيه، يعني حافظ الملف قريب عليه. اي لاف يو بلادي. لما يروح لاي دوله في العالم يتحاور او يتفاوض يعرفوه، يقولوا بوريطه اهلا واش راك؟ احنا عندنا مدير مخابرات يروح يقولوا شكون انت؟ يقولوا مدير مخابرات. مدير مخابرات بصح الشهر اللي فات كان معايا واحد خد اخر، نحيناه ما عجبناش. يا ربي انتم تنحوا في المدراء ماكش متفاهمين بيناتكم تعاوزتي انا. يعني انت وزير او مدير يروح ليه مدير المخابرات اليوم بعد سمانه يلقاه تبدل، وهذا المدير يهضر معاه باسم الدوله العرباوي، نادي العرباوي قبل شهرين 3 أشهر يروح يتفاوض مع باسم الدوله الجزائريه وكذا، وقررنا ونديروا كذا وحنا مضينا اتفاقيات وانا نتكلم معاك باسم الدوله، رد بالك راك تهضر مع الوزير الاول كذا. بعد كان وراها بواحد السمانه يقول وراه هذاك الوزير الاول، يقول راه في الحبس. شنو هذا؟ خي بالك يهضر باسم الدوله. احنا عندنا في الجزائر للاسف الشديد وزير الخارجيه كيروح يدي معاه فريق اخر يتنحى كاع يجيب فريق جديد. مدير المخابرات الخارجيه كيروح يتنحى وكاع الجماعه يجي مدير جماعه جدد. مدير الامن الداخلي كيروح كاع الجماعه يجي فريق جدد. مدير الشرطه كيروح يتنحى يروحوا كاع يجي فريق جدد. هذا بالاضافه الى انه المدير في روحه مش معمر، ما كاينش استقرار. ربي يبارك شدني صباح صباح شوف كيما ديما مورالك يطلع. حنا رانا في مركز مدينه بجايه، سونتر فيل تاع بجايه. شوفوا الزيكو شوفوا حاشاكم طبة في وسط مدينة بجاية. وريحة الزيكو حاشاكم؟ الزيكو هو بوخراب انسوبورتابل. سونتر فيل تاع بليده. إذا كان واهرا دوزيام باري يتمنيك بيك من النظام هذا دوزيام باري معمرة خلاص معمرة خلاص. هذه تعجبني كاع في الباطينات. ريحة الخراج سيدي بيك. في الأسباب. هو في الزيكو. ما فهمت والله ما فهمت. سيدي معليش نقولوا بالك انسان انا ما شافوش. تا هو تمريخ اخو. شو الزيكو اللي روح. هذا الزيكو لازم مصالح تقنيه تتدخل به تخدمه. والله راني حاير على بالك يا حي المجاهدين هنا اقامه الصومال. زيكو بابا والله خير زيكو بابا القبله الدايره والبلديه يا ناس شافوا كباهدينا خاوتي. في الجنبار هذه مياه قليله تبقبق في الرطانه والعداد. انا ناكل في حبه عويد والله لا فيها ريحه الخرب داخل. هذا العطاين هذو فلاحه وكاع مسبوق بالزيكو. ارفع راسك. الجزائر قريب تسقل وخراوين حبيت. عندنا مهلة تاع شهرين، يا إما نطبع، أقول أطبع مع المخزن المغربي، أو ننتظروا العقوبات. يعني السيد راه يقول شهرين لازم تكون معاهدة استسلام، ماهيش معاهدة سلام. شهرين كارثة بكل صراحة، أقولها بكل صراحة. تبون يقود البلاد نحو الهاوية.
الرئيس تبون سيكون آخر رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى الشرفاء الأحرار أن يتحركوا لإنقاذ الجزائر. الجزائر في خطر، الجزائر في خطر، الجزائر في خطر. البلاد